مساء الخير أعزائي المباوعين المشاهدين نفس الشيء. المهم المشكلة اللي جاي يمر بها العراق ما يراد لها علم. السبب واضح وضوح الشمس. شنو السبب؟ الدين. والدين شنو؟ أساطير الأولين. لأنه هذا الدمار اللي جاي، يعني الدين، الأديان كلها هي مبنية شنو على شنو؟ مبنية على الغيبيات. خلينا نكون صريحين، مبنية على الغيبيات. تؤمن المفروض غصبا عليك تؤمن بشيء لا تشوفه ولا تحس به ولا تشعر به ولا تلمسه ولا تقعد وياه ولا تسولف وياه ولا، بس المهم تؤمن به. وإذا ما تؤمن به تروح للنار. هي هاي الغيبيات. بس المصيبة شنو؟ الغيبيات احنا عندنا بالعراق تطورت، فالشعب كله تلقاه الدولة كلها سادة معزلة، الدوائر مسدودة، وزيارة ورا زيارة، زيارة ورا زيارة، وانتشر الجهل وانتشر التخلف. ومثل ما قلنا السبب الأديان. وهاي ما يراد لها روح القاضي يعني، ولا يراد لها روح للجامعة. نشوف أوروبا، احنا لما انفصل الدين عن الدولة شوفوا وين وصلوا، واحنا لما الدين رجع للدولة شوف وين وصلنا. فالمشكلة هاي الغيبيات إذا تجي راح تكون نتيجتها تخلف وجهل ولا اهتمام. لا اهتمام يعني مثلا تلقى العائلة العراقية مع الأسف بالجنوب وبالوسط ما تهتم، حتى بالنظافة ما يهتمون. عندهم أهم شيء الخرافات. أهم شيء الخرافات. ليش؟ لأنه الخرافات السيد قالهم على المنبر. هسه يجي واحد خبيث يقول ليش أنا شخصيا ما أتهجم على الأحزاب السنية. أنا ما أريد أتهجم على الأحزاب السنية، أنا مشكلتي من الجنوب، وأنا مشكلتي البيئة مالتي الشيعة. زين، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وكل الوزارات كلهم شيعة ذولي، وذولي الشيعة يمثلون الشيعة. وإذا يجي واحد يقول ذولي ما يمثلون الشيعة كذابين، أنا أتحدى، لا ذولي يمثلون الشيعة. الشيعة مجرد غصن من شجرة الدين، والدين كله مبني على خرافات. فلازم تكون عندنا الشجاعة الكافية. لازم نقول لأنفسنا أنه مشكلتنا مشكلة الدين. الدين أنا ما جاي أقول لازم إحنا نحارب الدين، لا. الدين المفروض تاخذ تخليه بصندوق وتخليه ببيتك. تخليه ببيتك، تروح انت لبيتك تلطم، تضرب راسك بالنعال، تضرب راسك بقدره، مو مشكله. طالما انت ما تقطع الشارع على الناس، وطالما ما تاثر على الدوله وما تبذر المال العام، من حقك تسوي كل شيء ببيتك. هذه انا نظرتي. المشكله هسه تدخل الدين والغيبيات تدخلت بالدوله، القوانين، المحاكم، الجيش، الشرطة، الشوارع، الساحات العامة، كلها من أجل الدين، من أجل الغيبيات. طيب هذا شنو نتيجتها؟ نتيجتها شنو؟ غير التدهور. مو بس التدهور، انتشر الفساد وانتشر الجنس باسم المتعة بشكل مخيف. ما صايرة بالعالم كله، حتى الدول أو المدن الشهيرة بالفساد، فساد البغاء، كان العراق هسه يعني تقدم عليه. والدليل على ذلك يعني موجود، انتوا جاي تشوفوه. فشنو الحل؟ إيراد حل علمي. ليش؟ لأنه احنا العراقيين خصوصا الجنوب والوسط نختلف عن كل شعوب الأرض. كل الأديان ما بها مصيبة مثل مصيبة الشيعة بالعراق. ليش المصيبة؟ لأنه لازم اكو مرجع يسموه سيد، يقول لهم قوم، قعد، روحوا منا، راحوا منا، روحوا منا، راحوا منا. بقية الشعوب ما عندهم. ودليل مصر ليش نجحت ثورتين عندهم؟ لأن ما عندهم سيد يقول لهم قوموا وقعدوا، ما عندهم. بس احنا عندنا. احنا لا تطلع مظاهرات هسه ويطلع السيستاني او الراقستاني او آية الله بطتي يقول لهم اقعدوا يقعدون. زين هاي شلون تنحل؟ هذه ما تنحل الا بمعجزة. ولا انا ما اؤمن بالمعجزات، بس بعض الاحيان بعض يعني some actions يعتبر معجزة. هذه الا من خلال المدارس. المدارس اقصد يعني التلاميذ الصغار يتعلمون عن العلم ونبذ الخرافات والغيبيات. طبعا هذا نحن نتكلم على اجيال قادمه يلا يصلح الوضع بالعراق. اما حاليا ماكو، يعني مثل ما يقولون اتس تو ليت، يعني فات الاوان، انتهت. تلقاه دكتور، محامي، مهندس، بس يلطم. طب هذا شيء طز بيه بالهندسه مالته، طز بيه وطز بالطب مالته. هذا ما يفيد المجتمع، هذا دمار للمجتمع، هذا فايروس، هذا فاكين جرثومه، هذا جاي يدمرنا. جاي تشوفونه هسه البلد منتهي رايح.
هسه الدولة العراقية محضرة 10 ملايين دولار بس للزيارة الشعبانية، وبعدين الرجبية، وبعدين الكانون الأولية وكانون شغلصها هذه. لازم احنا نقول لبعضنا، لازم نعلنها بشجاعة انه خراب البلد من وراء الدين. والدين سواء مسيحي يهودي بوذي، ما دام هو دين اذا هو غضب. تدخل نشوف اوروبا لما عزلت الدين شلون وصلت لهالمرحله هاي من التطور والازدهار. ليش؟ لان القس ابو عمامه ما تدخل بحياتهم، احنا نتدخل بحياتنا، احنا قلنا شلون تقومون وشلون تقعدون. احنا ما لنا علاقه هسه بالازبال والاوساخ بالشوارع. احنا هسه بنطلع نلطم، وقدامي انا جبل مال زباله ما لي شغله به، انا جاي الطم ادخل بالزباله هالشكل والطم، لانه الغيبيات راح تساعدني. واكثرهم يعرفون كل زين، المالكي والعبادي وصولاغ وعادل زويه وغيرهم جايين ينهبون بالمال العام، بس مع هذا يقول لك انا شعلي بيهم، انا بكره الحسين هو يطلع ويخلص من عندهم، انا المهم جاي الطم. يعني شلون واحد يمشي وقدامه حائط، ويظل يمشي يضرب بالحائط ويوقع ويقوم، ومرة ثانية يحاول يضرب بالماء الى ان يموت، يضرب بالحائط ويطلع. احنا هالشكل صرنا. شوارع بغداد مع الاسف يعني يا اخوان خليها مثل على الاقل شوارع مقديشو عاصمة الصومال على الاقل. زين الشعب ما يحكي، لان الشعب مشغول قلنا باللطم. انت عادل زويه وغيرك وانت العبادي، بس تلعب انتم مش وقت ما تنظفون وجوهكم وتكونون حليقي الوجه، بعدين راح تحرقون للشوارع. مصيبتنا الاديان، شاء من شاء وابى من ابى. اوكي اعزائي المتابعين، باي.